السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي وبنياتي وخياتي المشتركين المشتركات، ان شاء الله تكونوا بخير. انا في نعمه الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول عليه افضل الصلاه والسلام. حبيباتي اليوم جيتكم بهذه الحلوه الجافه او حلوه مثل الغريبيه بدون بيض وبدون زبده المرضى اللي عندهم حساسيه. هنا عندي كاس ربع سكر عادي، تقدروا تعوضوه بالسكر الرطب اللي هو سكر كلاص. عندي كاس ونصف من زيت المائده. كما قلت لكم هذه الحلوه ما فيهاش زيت، عفوا ما فيهاش زبده وما فيهاش بيض. نضربوا هذاك السكر مع الزيت حتى يندمجوا كامل، يوليو كيشغل الحليب. هكذا باش ما هذيك الغريبيه تاعكم ولا الحلوه ما يخرجش فيها منها الزيت. هنا ضفت مغرفه من الفانيليا. هنا لازم نديروا كميه كبيره، يعني كميه معتبره. كما راكم تشوفوا انا درت العطر الفانيليا ودرت ايضا هذيك الغبره. ضفت معها كاس ربع نشا، ونزيدو نضيفو معها كاس الا ربع نواه كوكو اللي هو جوز الهند. ونجيبو زوج اكياس خميره الحلويات. هنا لازم نغربلوهم، نغربلو النشا ونغربلو ايضا الخميره، ونحركو بالفوي كل شيء مع بعض. هذه حبيباتي الحلوه كما قلت لكم جافه مثل الغريبيه، وما فيهاش البيض وما فيهاش الزبده المرضى اللي عندهم حساسيه من البيض وايضا الزبده. نضيفو قرصه ملح، يعني رشه فقط، ما نكتروش الملح. نجيبو الكاس الاول تاع الفرينه نغربلوه. الفرينه على قد ما تغربلوها راح تعطيكم نتيجه هايله، راح تجيكم الحلوه تاعكم خفيفه وهشيشه. نضيفو الكاس الثاني ايضا. هنا الفرينه على حسب النوع، كل فرينه وكيفاش، كاينه اللي تشرب وكاينه اللي ما تشربش. كما قلت لكم نضيفوا غير بالعقل، لانه النواه كوكو كما على بالكم يشرب سوائل، قادره هذه الحلوى تنشف معكم. ضفنا الكاس الثالث ولكن غير بالعقل، ما نضيفوش دفعه واحده. هنا أنا نستعمل يدي باش نحركو، باش نحسو بهذيك الطراوه تاع العجينه، ونحركو غير باطراف الاصابع. هنا ما نعجنوش الحلوه تاعنا. هاد الغريبيه ما نعجنوهاش كامل، غير نطموها فقط. كما راكم تشوفوا راه موضحه في الصوره، راني غير نطم مش نعجن، لانه هاد الحلوه ما راهي ما تنعجنش. لو كانت تنعجن راح تجيكم معجنه الداخل وما تجيكمش هشيشه وخفيفه. كما قلنا نضيفوا الفارينه غير بالعقل. انا هنا ما زردتش لا فيديو بالعاني باه تقعدوا تشوفوا القوام تاع العجينه، وما تخلعكمش كي تكون تفتت معكم. راهي عادي، غير طموها، غير يعني تكوروها راح تمتم. هنا مازالت مخصوصه شويه. كما قلنا الزيت دائما يطلق في العجين، وعلى بها هنا لازم نضيفوا الكميه الكامله نتاع الفرينه. انا خدات لي 3 كيسان قد يعني ما زدتش فوق هذاك الكي اللي عطيت لكم. ولكن انتم قادرين تاخذ لكم اكثر، ولو تروح لكم حتى 3 كيسان ونص كما قلت لكم على حسب الفرينه. هنا حبيباتي نجيبوا السكر الرطب اللي هو سكر كلاص، نغربلوه في صحن او في اناء باش نرمدوا الحلوه تاعنا. ومن الأحسن حبيباتي الجهة السفلية اللي تحت، يعني اللي تطيب على الصينية، ما ترمضوهاش، رمضوا غير من الفوق برك، لأنه راح تنحرق معاكم. كما راكم تشوفوا راهي تفتت ولكن شاده روحها. كي تلقاوها هكذا ما تخلعوش تقولوا ان الحلوه تاعنا راهي يابسه، لا لا بالعكس. هذا هو القوام اللي رانا نحوسوا عليه. نكوروها حبيباتي كويرات صغار قد حبة الجوز. وانتم حبيباتي لكم الاختيار، كل واحد كيفاش يكور الحلوه تاعو، يعني الحجم اللي تحبوه. ونرمضوها هكذا في السكر. كما قلت لكم حاولوا تفادوا الاسفل تاعها باش ما يتحرق لكمش في الصينيه. حبيبتي هكذا راهي تجي مشقه. يعني الشكل اللي رانا نحوسوا عليه. نرمضوها في السكر ثم نضغطوا عليها شويه فقط، يعني قليل من نضغطوا، ما نضغطوش بزاف باش ما تجيناش مبسطه. حنا حابينها تجي يعني هكذا معمره مليانه كما نقولوا، تجي مبومبيه. وعلى بها ما تضغطوش عليها بزاف حتى تديروها يعني كما الصابلي، لا لا. الفرن تاعي حبيبتي راهو يسخن، لازم هنا الفرن يسخن مليح مليح.
علاش يسخن؟ لانه هذه الحلوى حابينها تشقق، يعني تعطينا هذيك التشققات اللي رانا نحوسو عليها. شعلوا الفرن تاعكم مليح، ومن بعد حطوا الحلوى تاعكم طيب عادي كيما نطيبوا اي حلوى. راح تزيد تفتح معاكم وتشقق معاكم، وغير طيب من التحت نعاودو نشعلوا لها من الفوق، ولكن ما نحمروهاش، يعني نخليوها هكذا في الدوغي باش نتحصلوا على هذا اللون. ان شاء الله حبيباتي تعجبكم هذه الحلوى، والله العظيم ذوقوها راهي بنه عظيمه. والناس اللي تناول الزبده تقدروا تخلطوا يعني مزيج بين الزبده والزيت، يعني عادي ما كاش حتى يعني بروبليم. ان شاء الله حبيباتي تعجبكم تجربوها، وما تنسونيش بلي جامو لي كومونتير كيما عودتوني دائما. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.